ماذا لو انتهت حلول الارض يا صديقي وانت مش عارف تعمل دايت، مش عارف تلتزم بالدايت، ما بيحبكش الدايت، ما بيحبكش، مش شغال معاك خلاص. تعمل كيتو تروح ملخبطه واكل فاكهه، تعمل لو كارب تروح واخد مش عارفه ايه، تقول هعمل صيام متقطع وهفطر متاخر تنسى وتصحى. تعمل ايه لو انتهت حلول الارض؟ بص، هنتفق على نقط، مش عارف طبعا عمال تتعوج النضاره دي، هنتفق على نقط كده احنا هنبقى مثبتينها. اول حاجه انك ما تاكلش بعيش ابيض، يعني العيش الابيض اللي فيه دقيق ابيض كامل دوت ما تاكلش بيه، لانه هيجوعك ويرفع لك السكر وسيء ومضر. فكل بعيش بلدي، دي الخطوه الاولى ورقم واحد. كل برز، رز نشويات كويسه، فدي اول حاجه. الخطوه الثانيه ان اوعى تحط في العشاء نشويات. تعشى بقى اللي انت عايزه واللي انت بتحطه وسيبك من الدايت، بس ما تحطش في العشاء نشويات، ما تبقاش اخر وجبه فيها نشويات. تعشى بقى زبادي وحط عليها فاكهه، خد لك شويه مكسرات، كل لك حته فراخ، كل لك ستيك مشوي كده في العشاء، وات ايفر، اي بروتين ينفع يعدي. النقطه الثالثه اللي احنا قلناها في كل الدايتس بتاعتنا ان نزود البروتين اكتر شويه من اللي انت متعود عليه. لو انت في الفطار متعود تاكل بيضه خد بيضتين، لو متعود تاخد ربع فرخه خد ربع فرخه وحته، لو متعود كده وهكذا، فالبروتين يبدا يزيد. النقطة اللي بعد كده ما تشربش أي مشروبات غازية عادية، يعني ما تاخدش بق بيبسي، خد بيبسي دايت واحدة عادي، بس ما تاخدش بق بيبسي، خد 7 اب دايت، خد جرين كولا، بس ما تاخدش مشروبات غازية عادية. النقطة اللي بعدها السكر اللي انت بتقعد تحلي بيه بالمشروبات برضه، السكر اللي انت بتحلي بيه المشروبات اقطعه خلاص. النقطة الأخيرة والأهم إن الخطوة اللي انت صلحتها اوعى ترجع فيها. يعني اوعى ترجع خطوه ورا. يعني مثلا انت خلاص ما بقتش بتتعشى تحط في العشاء نشويات، ما تجيش في يوم تقول لا اليوم ده استثناء، لا خلاص بقى ما احنا خلاص انت مش عامل دايت، فحافظ على النقطه دي. او ان انت قلت ان انت خلاص قطعت المشروبات الغازيه، ما ترجعش فيه، ما تجيش تقول ايه اكله السمك دي بتحب بيبسي بعدها، عشان يا عم معلش اشرب ميه ورب، ما الناس كانت بتاكل سمك قبل البيبسي، قبل ما يخترعوا البيبسي عادي، ومش بياخدوا بعديه بيبسي يعني بيشرب ميه، وهكذا. من الاخر اللي انا عايز اقوله لك ايه، ان اعمل حاجات حقيقيه تفضل معاك العمر كله، لان هو ده النيو لايف ستايل اللي انت لو فضلت تحافظ عليه بعدها هتقدر تاخد ادفانسد ستيب، خطوه اكبر معقده شويه، انك لا ده انا هعمل بقى دايت، ده انا بقى هصوم، ده انا بقى هنزل اتمرن، ده وهكذا. فالاول خليه يبقى عندنا بيز ثابته في خلاص، ده الاستراكشر بتاعنا، ده البدايه الثابت بتاعنا. اكلت بقى مره مكرونه بشاميل، اكلت مره مقليات، زودت مره في الفاكهه، مش عارفه ايه خالص. اوعى تاخد بالك من الميزان، لان مش شرط ان ده يخسسك، بس على الاقل هيدخلك في المود وصحيانه تبقى افضل، وممكن تخس مع الوقت ده على حسب حاجات كتير قوي. في الاخر ما تنساش ان انا مش بس دكتور دايت، انا صاحبك في الرحله، تجيبها لي كده تجيبها لي كده، احاول اقعد ازق معاك اليوم كده ونساعد بعضنا، وبالتوفيق. واحنا عارفين ان الدايت الابطال.